اليوم جيتكم بوصفة اقتصادية وسهلة وبسيطة، وإن شاء الله تنال إعجابكم من دون لحمة ومن دون شي بالزيت. وصفتنا نباتية وكتير طيبة. تابعوا مع الفيديو لنشوف الطريقة. شايفين المنظر ما شاء الله. هعمل اليوم أكلة مكمور الباذنجان. بالبداية رح أقلي الناس، لا بس أنا بحب أحط البطاطا. حطيت أول شي، عم بقلي البطاطا على النار. إذا عندكم قلاية هوائية فيكم تقلوا البطاطا والباذنجان. هون قليت البطاطا، شايفين شلون اتحمرت؟ ما شاء الله لونها بشهي. بعد ما قليت البطاطا حطيتها على جنب وراح اقلي الباذنجان. قطعته شرائح وما كترت زيت، حطيت شوية زيت مشان ما تصير كتير معجن. وانا عم بقلي عم بقلكم تتفرجوا على الجو ما شاء الله بجنن، وعلى الإطلالة. استمتعوا بهالأجواء. ومن بعد ما قليت الباذنجان راح أحطه على طرف، وبعدين راح أورجيكم شلون راح أكمله. هلا عندي هي تقليات الكزبرة والثوم بتتاكل جنبها. عبارة عن كزبرة وثوم مدقوق من دون ما تقشروه، بس خصصوا راس الثوم، وفليفلة بس هيك تدبل شوي. فيكن تاكلوها جنبها، كتير كتير طيبة مع هاي الأكل. شايفين كيف؟ عم بحاول أخلي شايفين كيف تغير لون الفليفلة؟ يعني استوت شوي. عن جد هي كتير طيبة جنب التقلاية، جنب المكمور. بدكم تجربوها. هلا بعدين راح أقلي البصل. راح أحط زيت زيتون أو أي نوع زيت. بس يدبل شوي راح أضيف البندورة. البندورة عندي بس هيك تفقي ميته، أنا اعذروني ما صورت لكم هالمقطع. راح أضيف الباذنجان. في ناس بتحب تضيف بس باذنجان، الباذنجان والبطاطا. فيكم بس تضيفوا باذنجان ورشيت عليها على وشها بقدونس، وعم برش زيت زيتون. لأنه أنا ما بحاول أكتر زيت بالوصفات كتير. صحة وهنا عن جد، ولا أطيب من هيك أكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة. صحكم تجربوها.